الفيلم كيبدا في مدريد، كلشي عايش عادي. كيتصل واحد البائع سميتو سيرجيو بالزبون ديالو وكيقول ليه بلي جات سلعه جديده. واحد المتشرد سميتو اسرائيل ديما كتجري عليه الشرطه حيت كينافس الزنقه. واحد السيده سميتها ترينينغ تتقدم لعند خضر وكتقول ليه قيد كيف ديما. وواحد البنت سميتها إلينا كتعاود لصاحبتها على اللقاء اللي عندها مع واحد الشاب تعرفت عليه في الانترنت. من سال ليها الباتري ديال التليفون دخلت لواحد القهوه باش تشارجي تليفونها. سولت السيد اللي خدام تما واش عنده الشارجور. على غفله كيدخل واحد السيد مريض للقهوه وكيمشي بالسربه للطواليت. هادشي اللي خلى اون بروا السيده مولات القهوه تعصب حيت الناس ديما كيدخلوا للطواليت بلا ما يشريو شي حاجه. ديك المتشرد حتى هو كيدخل وكيبدا يغوت باش مولات القهوه تعطيه ما ياكل. الغوات ديالو برزت الناس اللي كاينين تما، منهم واحد الموظف في البنكه عامل النظافه وواحد السيد سميتو دريس. ولكن واحد السيد سميتو نانشو كاع ما مبرزط حيت داير الكاسك في ودنيه. الموظف البنك عيا ما يتسنى الغدا ديالو حتى طلع عليه الدم وقرر انه يخرج، ولكن مع خرج ما تيراو فيه. كاع الناس اللي في الزنقه هربوا وكاع الناس اللي في القهوه تصدموا من غير ناتشو اللي كاع ما عارف شنو طاري حيت كاع ما سمع الصوت ديال السلاح. ما كاينش الريزو في القهوه يعني انهم ما يقدرش يتصلوا بالبوليس. قرر عامل النظافه انه يخرج مع مشى باش يشوف السيد واش مات. هو يطيح مصلي حتى هو تيراو فيه. المتشرد بدا كيضحك وكاع ما مسوق وقرر انه يخرج، ولكن موات القهوه حبسات وقالت لي باللي غنعطيك الماكله. قدرت انها توصل للتليكوموند وتشعل التلفازه. بدات كدور في القنوات ولكن حتى وحده فيهم ما كدوي على هادشي اللي واقع. الناس اللي في القهوه طاح عليهم العجب حيت ما يمكنش ما يعرفوش، وهما كلهم كيتناقشوا. لاحظوا باللي الجثث ديال الرجال اللي ماتوا ما بقاوش وحتى الدم تحيد. ما فهموش كيفاش جا شي واحد بالزربه ودار الجثث. المهم بقاو شاغلين راسهم بالتلفازه حتى جا شي واحد يعتقهم. الخدام ديال القهوه بدا كيشك واش هادشي اللي شافو واش بصح ولا غير كيحلم. ديك الساعه المديره ديالو صرفقات وقالت ليه دابا شنو كتحلم ولا لا. إلينا قالت ليهم باللي يمكن ديك جوج رجال اللي ماتوا مرتبطين مع بعضياتهم، ولكن هادشي ما كيبانش. صعيب ان تكون علاقه ما بين رجل النظافه وموظف في البنكه. من ناحيه اخرى سيرجيو كيقول لهم يمكن ماشي مجرم هذا اللي قتلهم ولكن الشرطه براسها. ياك ما وصلتهم شي خبر بلي شي مجرم خطير ولا شي ارهابي كاين في القهوه وما عرفوش شكون، وبداو كيتيروا في اللي بان ليهم. يقدر يسحب ليهم بلي شي ارهابي هذا وعنده شي قنبله، داكشي علاش خاصهم يتصرفوا بسرعه. هادشي اللي كيفسر ان المنطقه خاويه وحتى البوليس ما قدروش يقتحموا المقهى. وهما كيتناقشوا كاملين قرر ناتشو انه يخبي الشكاره ديالو. غير كيشوفوه كيبداو يشكوا فيه، كيشدوه وكياخذوا الشكاره ديالو. الخدام ما قدرش يحلها، في البلاصه خداتها المديره ديالو وقلباتها. لقاو غير حوايجو وواحد الديسك اللي كاينين تما. ناتشو حلف ليهم باللي كاينه غير الخدمه تما وصافي. إلينا هزاتو وضرباتو مع نار حتى هرساتو وقالت ليه باللي كلكم كتفكروا بحال شي دراري صغار. ناتشو باقي معصب حيت شكوا فيه بسبب اللحيه ديالو. وفي البلاصه كاينيش واحد الحقيبه ديال السفر ديال سيرجيو وانه يقدر يكون هو الارهابي. في البلاصه خداتها المديره ما بغاش يخليهم انه يقلبوا عليه وكيضرب الخدام بكلاك في وجهه. دريس السلاح وقال لهم تهدنوا. على غفله جا اسرائيل وهز ديك المحفظه وهو يحلها ولقاو فيها كاع السلعه اللي كيبيع. اللي شاف الكوسيم يقول لنا نبات. في ديك اللحظه واحد الصوت جا من الطواليت. نساو باللي خونا اللي كان مريض. بغاو يحلوا الباب ولكن لقاوه مسدود. دريس السلاح ديالو وحلو. لقاو الراجل في الطواليت عينيه كيخرج منها الدم وحداه واحد البرا. عاوتاني واحد الصوت من برا. بزاف ديال الناس دايرين ماسك في وجههم. تجاهلوا الصوت ديال الناس اللي في القهوه وشعلوا العافيه قدام القهوه. هاد العافيه دارت واحد الدخان اللي كيبان في التلفازه. الاخبار بدات كدوي على الحريق اللي في وسط مدريد. المجموعه عرفوا بان هادشي كامل دايره الدوله باش تخبي ديك الجريمه. الراجل المريض كيخرج من الطواليت في واحد الحاله خايبه بزاف. طاح عليه التليفون وقال لهم ما تقيسونيش هو يموت. ناتشو هز التليفون ديالو وبدا كيشوف التصاور ديالو. عرفوا باللي هو كينتمي للعسكر وكان خدام في افريقيا. التصويره الاخرى بينات واحد جوج ديال الرجال اخرين لابسين لباس ابيض. دابا كلشي باين. هذا الراجل جاب معاه شي وباء وكان باغي يطلقوا في اسبانيا. لهذا السبب خواو ديك البلاصه وكيتيروا في اي واحد خارج من القهوه حيت كاع المجموعه غتكون مصابه دابا بالمرض والا خرج شي واحد فيهم غينتشر الوباء. المشكل هو انه قرب يطفى لهم التليفون باقي فيه غير 10%. بداو كيقلبوا على الريزو قدر يلقى الريزو في واحد البلاصه. صونا البوليس وقال لهم بلي التلفاز غير كيكذبوا وخاصكم تجيو تعتقونا. خدا العامل التليفون وبدا كيغوت عتقونا عتقونا. البوليس سحب لهم غير شي جوج برات كيضحكوا عليهم. ناتشو
وقال ليه باللي راه البادري قريب يسالي باش نديروا مكالمه اخرى. كيبداو مناقشين حتى كيطيحوا بجوج. هادشي اللي خلى تيري تضرب مع ديك الاله ديال القمر وبداو كيخرجوا الفلوس منها. اسرائيل بدا كيجمع في الفلوس اللي كاينين تما. دريس كيبغي ياخذ التليفون ولكن كتقول ليه مولات القهوه باللي الا قفتي غينتقل لك الوباء. امبارو كتقول لكاع الناس اللي قربوا من المريض انهم يبعدوا منها. دريس وسيرجيو كيتفقوا معها باش ياخذوا احتياطات اللازمه. بداو كيهربوا من الناس اللي قاصوا المريض وكيتخباو وراء امبارو. الينا كتعتقد بان هادشي تخربيق حيت هما بقاو مع بعضياتهم ساعه وكلشي غيكون قاص كلشي. دريس ما متفقش معاها وهسلاح عليهم وقال لهم هبطوا للاكاب. ناتشو ما بغاش يهبط. دريس ضرب الشرجم باش يبين ليه بلي ما كيضحكش. جا عندهم اسرائيل قال لهم انا راه ما قربتش منهم. عطاتو امبارو 2 قراعي ديال الروج. خونا هبط كيجري. في الداخل ديال لاكاب بدات المجموعه كدوي وكتلاقي الوقت ولكن السيده اللي معاهم جات واحد الحاله ما بقاتش قادره تنفس. طلعت وبدات كضرب في الباب باش يحلوا ليهم ولكن ما بغاوش وهي طيح وضربت بالغلط واحد القراعي وهرساتهم. ناتشو لاحظ بان السائل ما بقاش تما يعني كاين شي قادوس هنا. حيدوا شي سلعه ولقاو القادوس تما. من بعد ما حلوه لقاو باللي مرتبط بالقادوس الكبير وانه قريب ما بعيدش. ديك الساعه اسرائيل طوع انه هو اللي تخشى فيه. حيدوا لي حوايجو وديك الفلوس اللي جمع خوا على راسو الزيت وتخشى في الحفره. عياو ما يدخلوا فيه ولكن البصص صغيره بزاف عليه وحل تما. فجاه سمعوا صداع جاي من الفوق. مجموعه ديال الناس دخلوا للمقهى وتيروا في كاع الناس اللي لقاو تما. بدات كتبان لهم العافيه والدخان كيجيو من الفوق يعني انهم حرقوهم باش ما توصلهمش العدوى. في هاد اللحظه بداو كيعاونوا في اسرائيل باش الهواء يدخل لهم من القادوس. تيري خافت ومشات باش تحاول تحل الباب. هادشي اللي خلى يديها يتحرقوا ليها. بداو كيغطيو ليها الحروق بالوراق ديال الطواليط. غير تهدنات القضيه الفوق وما بقاوش كيسمعوا الصداع. ناتشو استعمل الشطابه باش يحل الباب. لقى باللي كلشي محروق وما كاينش الاثار ديال الجوتات. الباب سدوه المحققين من برا يعني ما بقاوش يقدروا يشوفوا شنو كاين لداخل. المجموعه قرروا انهم يطلعوا للفوق. ناتشو بان لي واحد الفردي خباه واخا حرقوا شويه في لحمو. تيري باغا تخرج برا وتطلب المساعده ولكن ناتشو كره باللي الا عرفونا كاينين لداخل غيجيو باش يقتلونا. تحد فيهم ما حس بالاعراض ديال المرض يعني هي غير مساله وقت غنبقاو هنا تينساونا. الحمد لله الماكله موجوده في المخزن يعني ما غنموتوش بالجوع. كيسمعوا الصداع جاي من التليفون ديال الراجل العسكري. كيوصلوا بزاف ديال الرسائل الينا كتقراهم وكتكتشف باللي ان غير صاحبو هذاك كيسول فيه واش ولا بخير. الراجل كان كيعاني من السخانه وكان كيحس بان شي واحد تابعو. داكشي علاش دخل المقهى وحقر راسو بواحد البرا حيت سرق ليهم واحد المصل تجريبي. واخا دك راسو كان الوقت فات عليه حتى 3 ايام باش بداو الاعراض على العكس ديال المجموعه اللي كاينه دابا اللي مازال ما بانوا كاع عليهم الاعراض. داكشي علاش كاين احتمال كبير انهم يتشافاو. في ديك الوقيته بدا التليفون كيصوني. الشخص اللي كان كيدوي معاه هو المتصل. ناتشو في الاول ما بغاش يجاوب حيت حاب ليه باللي فخ هذا. في الاخر قرر انه يجاوب. غير جاوب التليفون طفى ليه. مشى كيقلب على شي شارجور. الينا كتفكر ان في الرسائل ذكروا انه كان عنده 4 ديال الجروعات بقاو ليه. بداو كيقلبوا الجثه وما لقاو والو. مشاو بالزربه للحمام. وصل اسرائيل هو الاول للحمام ولقاهم ب4. بدا كيغني وفرحان حيت دابا هو اللي ولات عنده السلطه في ديك المجموعه. دابا كاينين غير 4 ديال الجروعات وهما 5 ديال الناس وهما كيتناقشوا على الحل. اسرائيل دق في راسو وحده. ناتشو كيخرج الكابوس ولكن ما كيطلقش النار حيت اينا قالت ليه باللي الا تيريتي البوليس غيسمعونا وغيجيو باش يقتلونا. داكشي علاش تلاح عليه وبدا كيضربو ولكن خونا دغيا تقلب عليه وخدا ليه السلاح. الخدام في ديك الساعه الصندوق ديال الجروعات تلاح عليه وطاحوا الجروعات لتحت. مشات تيري بالزربه وهزاتهم ولكن حتى يديها مدوره بالكاغيط ما تحكمتش فيهم وطيحاتهم في القادوس. دابا خاص شي واحد يهبط ويجيبهم والخيار الوحيد اللي عندهم هي الينا. من بعد ما حيدات الحوايج وغطاو لها الجسم ديالها بالزيت الينا دخلت في الحفره وهي كتحاول تهبط. تجرحات في رجليها ولكن المجموعه بقاو كيدفعوا فيها حتى دخلات. من دخلات طاحت في المانيشان. دغيا لقات الصندوق ولكن ما بغاش تعطيه ليهم حيت غيستعملوهم كاملين وما غيخليو ليها والو. الينا قالت لهم باللي حتى انا ما غندوكش البارح حتى تهبطوا كاملين ونتفاهموا. الينا كتمشي باش تكتشف البلاصه بينما المجموعه بداو كيضربوا في الحفره باش تولي كبيره. من بعد شويه الينا كتلقى واحد الشرجم كتخبي الصندوق في واحد الحفره وكتبدا تطلب في الزنقه. المحققين والشرطه مازال مدورين المنطقه وكيحرقوا الجثث اللي لقاو في القهوه. الينا رجعت للحفره ولقات بلي المجموعه كامله هبطوا بخير من غير ناتشو اللي طلع على اسرائيل باش يرجع السلاح ديالو. بداو كيدابزوا تحت الماء ومن بعد ما طلقوا رصاصات خرج ناتشو وقال لهم باللي اسرائيل هو اللي تيرا واختفى. من بعد ما خدا ليه الفردي المجموعه كيعتقدوا ان ناتشو قتل اسرائيل.
حيت من طلع بدا التصرف ديالو كيولي عنيف اكثر. إلينا طلع لها الدم من التصرفات ديالهم كاملين، وكتطلب من ناتشو انه يلوح الفردي بعيد لا بغاتهم يوريهم البلاصه فين مخبيه الحقن. ناتشو هددهم انه يقتل ديك الخادم. ديك الساعه ما بقاتش عند إلينا حل اخر من غير توريهم البلاصه. بدات تريتي كتلوح الفلوس باش الا بغات ترجع تعرف الطريق. تريتي بدات كتغوت بالعاني ان الخدام بغى يدفعها، ولكن في الحقيقه هي اللي كتدفعو بغات تغرقو. ناتشو كيتشري السلاح باش يعرف شنو واقع في البلاصه، تلاح باش يعتق الخدام. هز عليها ناتشو السلاح ولكن ما بغاش يتيري فيها. هزات الفردي بوحدها وتيرت في راسها. كيفرقوا بيناتهم بثلاثه الحقن، ولكن قبل ما يتحركوا كيسمعوا الصوت ديال الفلوس. من كيمشيو لديك البلاصه كيلقاو باللي تيري كاينين الفلوس فوق عينيها. هادشي كان غير فخ. من هما مشغولين مع تيري جا اسرائيل من اللور وضرب الخدام وقتلو. من بعد بقى تابع ناتشو إلينا، لقاو واحد السلم اللي غيديهم لبرا وهما طالعين. إلينا فقدت الحقنه ديالها. في نفس الوقت اسرائيل شد ناتشو من رجليه، شاف بلي ما عندوش فرصه في النجاه. ناتشو عطى إلينا الحقنه ديالو وتلاحوا اسرائيل وماتوا بجوج. إلينا خشات البرا في يديها وهي كتبكي وخرجت من الحفره. لقات راسها في الجهه الاخرى ديال القهوه، كاع الناس كيشوفوا فيها. واحد الراجل سولها واش انت بخير، وواحد السيده عطاتها الجاكيط تغطى بها. ولكن إلينا مازال مصدومه ومديها في والو، حتى انها دازت من حدا الدري اللي كانت غتلاقى به وعيط ليها بسميتها. ولكن إلينا كملت طريقها. هنا كيسالي الفيلم ديالنا. نتمنى انه يكون عجبكم ونتلاقاو في فيلم جديد.